السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة رشا للطبخ البسيط. أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، أحوالكم إن شاء الله طيبة. غنقدم لكم عصير رائع جدا، عصير الجزر الكريمي اللي غادي يعجبكم بزاف. هذا العصير كنحتاجو جزر طبعا وحليب وجوج المربعات ديال الجبن. من الاحسن يكونوا مربعات، ما يكونوش مثلثات، لان بغينا هنا يكون حلو، ما يكونش فيه واحد شويه ديال الملوحه. فقط هادو هما المقادير، وطبعا السكر حسب الذوق. هادو هما المقادير ديالنا. غنبداو على بركه الله. بعد ما نقيت الجزر ديالي، قشرت ليه القشره ديالته، فغنجيب اناء وغنقطعو هكا دوائر، غنكب عليه الماء باش غنسلقو، ومن غنسلقوه ان شاء الله نطلق. بعد ما سلقنا الجزر فصفيته وحطيته هنايا في هذا الاناء، وغادي نوجدوا جميع العناصر باش غنصيبوا هذا العصير. عندنا هنايا الحليب، وعندنا كاري جوج الحبات، وعندي هنا سكر. غادي نجيب كأس الخلاط الكهربائي، غنضيف فقط كيف ما للاشاره. هذا راه نص الكميه ديال الجزر اللي صورت لكم قبل، لانني خصو يجيني خاتر. كتعرفوا ان الجزر كيدير واحد شويه الختوريه، هي ختوريه محببه، ولكن ملي كتفوت لينا القياس ديال الحليب راه ما غاديش يجينا زوين. كنضيف الحليب ثم كنضيف قطع الجبن. بالنسبه للسكر غادي نضيف انا هنايا 3 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده. يمكن لكم تضيفوا اقل، يمكن لكم تضيفوا اكثر حسب الذوق طبعا. وغنديروا يطحن مزيان مزيان في الخلاط الكهربائي حتى ما تبقاش لينا حتى شي حبه او تفرتيته ديال الجزر. بعد ما طحنته مزيان عطاني هذا اللون، غادي نديرو دابا في الثلاجه يبرد مزيان، عاد نقدموه في الكؤوس ديال التقديم. صدقوني كيجي رائع، قلت لكم صدقوني كيجي رائع رائع في الشكل وفي المذاق وحتى القيمه الغذائيه ديالته. ها نتوما كي كتشوفوا كيجي خاتر، واحد القوام كريمي خطير جدا. صدقوني جربوه وما غاديش تندموا عليه، واخا يجيكم غريب ان باش نمزجوا بين الحليب والجزر، فهو كيجي احسن ما يمكن انكم تذوقوه. طبعا ما تنسوناش من الاشتراك في القناة وعمل جيم للفيديو وبارطاج مع الاصدقاء ديالكم، واللي باقي اول مرة غادي يدخل يشوفنا فما يبخلش علينا باللايك. والناس الاوفياء للقناة كنشكرهم بزاف، جزيل الشكر. وبسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.